اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده فيديو بسيط وسهل، هنعمل حاجه من كنافه رمضان، الكنافه البلدي اللي احنا عاملينها بايدينا في البيت، او انت شارياها، او كنافه قوالب اللي انت عايزه تجيبيه. هنعمل وصفه النهارده هتعجب اولادك وهتعجبك انت شخصيا. وصفه سهله جدا. نقول بسم الله. انا حاطه حله فيها كوبايتين ميه على النار، كوبايتين بس ميه. غليت معايا، هنزل فيها بربع كيلو كنافه، ربع كيلو كنافه زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه فيها؟ هفضل اقلب فيها لحد ما اخليها عامله زي العجينه، وهرجع لكم هوريكم شكلها عامل ازاي. رجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما الكنافه اتعملت بالميه زي العجينه كده، معايا هنا نص كيلو لبن زي ما انتوا شايفين مدوباه في 3 معالق نشا، وهنزل دلوقتي عليهم برشه فانيليا في اللبن زي ما انتوا شايفين كده. بس كده حبه صغيرين، يدوبك ربع معلقه صغيره او نص معلقه. هعمل ايه دلوقتي؟ هحطه عليهم وهديهم تقليبه زي ما انتوا شايفين كده. نقول بسم الله. السكر انا هحطه بعد ما اضربها، او عايزه احطه دلوقتي براحتي، دي ترجع لي انا بقى كده. هعمل ايه؟ هضربها بالهاند بلندر او اضربها في الخلاط، وهرجع لكم تاني نشوف هنكملها ازاي سوا. ورجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين السمك بتاعها؟ بصوا، كريمه كانك بتعملي كريمه للبشاميل. هنزل دلوقتي فيها معلقه سمنه بلدي او مكعب زبده على حسب اللي انت ايه عايزه تحطيه، ونقلبه كده زي ما انتوا شايفين كده. يا عيني يا عيني، كنافه كده من نوع تاني، هنقول ايه، زي العزيزيه. هتعجبك جدا وتعجب كل اللي هتدوقها له. زي ما انتوا شايفين كده دوبنا فيها. معانا هنا الصينيه اللي هنحط فيها، هنزل فيها برضو معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده. هدعكها كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. هفردها كلها كده على الصينيه. هنزل ده فيها، هنزل طبعا الكريمه الخليط ديت في الصينيه، وهدخلها الفرن لمده ربع ساعه، وهديها وش تحت الشوايه 5 دقايق، وهوريكم الشكل النهائي ليها. ورجعنا لكم تاني حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خرجتها في الفرن، طبعا بتحطيها في التلاجة لمده نص ساعه علشان تجمد معاكي. هنقطعها كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. يعني يا عيني على احلى كنافه هتدوقيها. احنا هنقول ايه، كنافه بس هي عزيزيه من نوع تاني. بدل المكرونه نعملها بالكنافه عشان ما نعملش الكنافه بالطريقه التقليديه على طول. زي ما انتوا شايفين كده. الله الله الله، شايفين؟ احلى كنافه واحلى طعم هتدوقيه. اتمنى الوصفه النهارده تكون بسيطه وعجبتك وتعجبكم. اتمنى ان انتوا تشتركوا لي في القناه وتعملوا لي لايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.